تعالَ أحكي لك على فيلم فرانكنشتاين الجديد اللي عاملاه نتفليكس. الحقيقة الفيلم حلو فعلًا وإنتاج كويس جدًا، ولكن أثار فكرة كده حابب إن أنا أكمّل عليها على الفكرة بتاعة الأب. اللي ما يعرفش القصة، هو فرانكشتاين المفروض إن هو ده دكتور، وإن هو كان عنده فكرة إن هو لو لَمّ أجزاء من بني آدمين مختلفين وأدّاهم طاقة كهربائية إن هيقدر يرجّع الكائن ده للحياة. هو في القصة يعني بيعمل كده فعلًا وبيطلع شخص زي وحش يقدر إن هو يرجع تاني للحياة ويبدأ يتحرك. ولكن الدكتور ده انزعج جدًا من شكل الوحش ده ومن شكل الكائن اللي طلع، فقرر إن هو يتخلى عنه وإن هو آآ يبعد عنه. من غير ما أحرق القصة للي ما يعرفش القصة أو الفيلم اللي ما شافوش، ده فكّرني بفكرة الأب وأهمية الأب، إن هو يبقى الشخص اللي بياخد ابنه أو بنته اللي يساعدهم إن هم يدخلوا في الحياة تاني، وإن هم يقدروا يتعاملوا مع الحياة ويقدروا إن هم يتعاملوا مع الصعوبات اللي في الحياة. في الفيلم هو لمّا الدكتور تخلّى عن الكائن اللي طلع، الكائن ده حَس إن هو فقد أي توازن ليه أو أي support ليه، وبدأ إن هو يهيم على وجهه كده لغاية لمّا لقى الأب البديل اللي بدأ يساعده ويعلّمه يقرا ويعلّمه يتكلم. فبدأ الشخص ده يبقى عارف كتير عن الحياة ويبقى عارف عن الدنيا وعارف يتعامل مع الدنيا بشكل أحسن. باحس إن أوقات إحنا بننسى الحتّة دي، وإن هو مش دور الأب فقط إن هو يوفّر الفلوس والدعم المادي وخلاص، ولكن إن هو يوفّر التجربة والسَنَد في التجربة، علشان يساعد الناس أو يساعد أولاده إن هم يستكشفوا الحياة، وإن هم يعرفوا يتعاملوا مع الدنيا ويحسّوا إن هم عندهم حد يرجعوا له عشان يتكلّموا معاه في المشاكل بتاعتهم أو في أي قلق عندهم. أراكم المرّة الجاية.